أنا عملت عملة سودة مع ابن جارتي وما كنتش عارفة إن أنا هتفضح، ولا كنت عارفة إن الموضوع هيكبر مني قوي كده. بس كل ده حصل في لحظة واحدة بس ضعفت فيها، وحسيت نفسي إن أنا محتاجة حاجة ولازم إني أخدها وأعيشها، خصوصا وأنا عايشة بعد موت جوزي. يعني كتير سنين طويلة عدت بعد ما خلصت كل رسالتي، والظروف هي اللي جمعتنا سوا. أنا اسمي فريال، عندي 55 سنة، اتجوزت وأنا لسه عيلة صغيرة. جوزي كان ما شاء الله عليه تاجر كبير قوي، كان معيشنا في عز، ومن أول يوم جوازة وأنا الحمد لله كنت عايشة في عز وهنا، رغم إن أنا ولا كنت أعرفه ولا كان يعرفني. جاني كده عن طريق السمعة بتاعت الأهل. اتجوزت وخلفت منه 3 عيال. اتجوزت وأنا حتة عيلة عندها 18 سنة، وفي خلال 4-5 سنين كده بقيت أنا زوجة وأم ومسؤولة عن 3 ولاد وراجل، والمسؤولية دي كانت كبيرة قوي عليا. عشنا بقى والحياة خدتنا، والأيام بقت تعدي بينا والعيال تكبر والمسؤولية تكبر وتزيد، وبرضو إحنا الاتنين والحمد لله كنا متفاهمين ومفيش مشاكل ما بينا نهائي. ما كانش في دماغي أي حاجة، ولا كان بيخطر في بالي أي رغبة لأي حاجة تخليني أحس إني أنا ممكن في يوم من الأيام أعمل عملة زي اللي أنا عملتها دي. ست طبيعية خالص، وجوزي راجل محترم، وحياتنا ماشية والحمد لله مستورين. علمنا ولادنا أحسن تعليم وربناهم أحسن تربية، وأول ما الولد اكبر واحد فيهم خلص الكلية بتاعته اتوفى جوزي. كانت صدمة كبيرة جدا، لأن هو اللي كان بيعمل لي كل حاجة في حياتي، بس مات وسابنا، وإحنا الحمد لله مستورين ماديا، وكل حاجة عندنا فلوس وعندنا تركة وعندنا بيوت، والدنيا معانا كويسة جدا، مفيش أي حاجة. ولادي طبعا ساعتها قلت لهم إن أنا مش عايزة حاجة غير شقة إن أنا أعيش فيها، الفلوس والأملاك وكل حاجة خدوها، محدش يشغل باله بيا خالص، خصوصا لما لقيت ولادي عندهم طموح إن هم يسافروا بره، كل واحد فيهم حاطط هدف قصاده، وأنا ربيتهم وعلمتهم كويس قوي، فسبتهم كل واحد يعمل اللي هو عايزه. كل واحد خد حقه وسابوا لي مبلغ كده محترم في البنك، وبقيت باخد منه كل شهر أرباح. والشقة اللي أنا كنت قاعدة فيها دي في عمارة محترمة جدا، وفعلا مع الوقت بدأ كل واحد فيهم يشق طريقه. هم كانوا 3 ولاد، كل واحد فيهم ارتبط وسافر، واللي سافر وبعد كده كان مرتبط، وسبتهم بقى يعيشوا حياتهم زي ما هم عايزين. وبرضه كانت الدنيا واخداني، قعدت لوحدي بتليفوني أكلم ولادي ويتصلوا عليا وطمنهم، وفين وفين لما كانوا بينزلوا كل سنتين بقى أو كل سنة، كل واحد فيهم على حسب ظروفه، وفين وفين لما كنا بنتجمع مع بعض كلنا وتصادف إن يكون أجازتهم مع بعض. لكن ولادي كانوا كويسين وبرين بيا قوي، رغم إن أنا يعني عندي وديعة باخد منها بمبلغ محترم، وقاعدة في شقة تمليك، ومصاريفي كانت محدودة، إلا إن هم يعني كانوا دايما بيبعتولي فلوس ويقولولي يا أمي أؤمري، لو عايزة أي حاجة نجيبها لك. علشان كده أنا كنت ست مميزة جدا في المنطقة، بيتي عمران دايما مليان بالخير، وعايشة لوحدي وحياتي بسيطة جدا ومليش أصلا طلبات، ومع ذلك ولادي برضو مزودين الخير اللي عندي ده. عدت السنين وأنا قاعدة لوحدي كده، قعدت استرجع ذكريات زمان، لما كنت لسه عروسة، ولما كنت لسه مع جوزي، ولما جوزي مات، ولما قعدت مع ولادي، وحاجات كتير قوي. ولقيت إن أنا منبسطتش في الدنيا كتير، بقت الوحدة برضو قاتلة. كنت دايما بقى بتصاحب مع الجيران، الجارة اللي هنا تقعد معايا شوية وتسليني، والجارة اللي هنا تقعد معايا وتسليني، وكل يوم لازم السهرة تبقى عندي ونتجمع ونتكلم. لقيت بقى كلهم بنات أو ستات يعني معاهم رجالتهم، ولسه أصغر في السن، يعني أنا أكبر واحدة فيهم. بيقولوا لي يا حاجة، دي تتكلم على جوزها، ودي تهزر وتتكلم على جوزها، ودي تقول جوزها عمل معاها امبارح، وحاجات غريبة قوي. بقت قعدتهم معظمها كده، وافتكر بقى أيام زمان وأقول برضو يعني لو كان معايا جوزي دلوقتي أنا برضو ما تمتعتش كتير في حياتي. لا إزاي بقى؟ ولقيت نفسي عندي من الصحة وعندي من الدماغ والمزاج اللي أنا غصب عني يعني بقيت أشتاق للحاجة دي وأفكر فيها وأحلم بيها، وشغلة حيز كبير جدا من تفكيري. وده بسبب قعدة الستات اللي تتأسف دي، ياريتني ما قعدت معاهم من البداية. مرة على مرة
اتعودت إن أنا أسمع حكاياتهم، ويا بقى لو ما قعدوش وحكوا حاجة. بدل ما أنا كنت الأول يعني بسكتهم وزعق لهم، ده أنا بقى دلوقتي بسألهم: انت يا بت جوزك عامل معاكي ايه امبارح؟ تحكي لي حكايتها دي تشغلني بقى، واقعد أفكر واتخيل وأعيش اللحظة. أو ياه لو أنا كنت عملت كده. وكل مرة أقعد أتكلم مع كل واحدة فيهم وأخليها تحكي لي بالتفصيل الممل. بدأت أتعب، وبقت حياتي النفسية مش قد كده، وبقيت مخنوقة جدا وزهقانة، لحد لما لقيت نفسي بحلم بالحاجة دي وأنا في السن ده. أنا وأنا صغيرة ما كانش يعني بيشغلني أي حاجة من الكلام ده. جوزي كان كويس والحمد لله، لكن أنا عمري ما انشغلت بالي بالكلام ده أبدا. كان بالنسبة لنا يعني ده كلام فاضي، مش هو ده الأساس. الجواز كان بالنسبة لنا عشرة وجوز وبيت وعيال وأكل وشرب وطبيخ، والحاجات التانية دي حاجة كده يعني جنب إيه؟ جنب الجواز، يعني تفاريح، وما كناي بنفكر فيها. مش عارفة إيه اللي جرالي. تصادف بقى على واحدة جارتي كده اسمها أم حمادة. لقيت أم حمادة يوم جاية كده تخبط عليا: يا حاجة فريال. قلت لها: تعالي حبيبتي اتفضلي. مالك؟ فيكي إيه؟ شكلك كده زعلانة، في إيه اللي حصل؟ لقيتها بتقولي: أنا مهمومة وحزينة، مش عارفة أعمل إيه وأروح فين، وعمالة تعيط. مالك يا ست، في إيه؟ ما تقولي. قالت لي: الولا يا أختي لقينا في التليفون بتاعه أفلام، استغفر الله العظيم، مش كويسة ومش حلوة، بنات وستات وحاجة آخر هبل، وبيكلم بنات ياما. أنا خايفة يا أختي، خايفة الولا ده يعمل مصيبة ولا يعمل حاجة. طب بيكلم بنات وبيحب، إيه اللي بيخليه يتفرج على الكلام ده؟ سكت كده وقلت لها: يا أختي ما كل الشباب دلوقتي كده. قالت لي: ده الفرجة على الحاجات دي تودي في داهية. الولا بقى لما يتحمس كده ويسخن مع الفرجة دي هيعمل إيه؟ ممكن يعمل مصيبة، وده بيكلم بنات. لا يا حبيبتي، ده احنا مش بتوع الكلام ده. أبوه بيصلي وعارف ربنا. أنا مش عارف المخفي ده عامل كده ليه. أنا مش عارفة أعمل إيه. شوري عليا يا حاجة، أعمل إيه معاه؟ فلقيت نفسي غصب عني كده بقول لها: سيبيهولي وأنا هكلمه يا حبيبتي. هتكلم معاه واشوفه عايز إيه ولا حكايته إيه. ده أنا هكلمه، ما تشغليش بالك بأي حاجة. نظرتي للولد ده اتغيرت تماما. أنا كنت ببصله على أساس إن هو عيل كده عنده 18 سنة ولا 19 سنة، يعني قد أحفادي. فلما جه حمادة خبط، كنت لسه يعني فعلا مخلصة صلاة العشاء. أنا متعودة على الصلاة وما بسيبش فرض، بس معرفش الشيطان الملعون ده جالي منين. دخل عليا الولد خبط، قلت له: تعالى يا حمادة، تعالى يا حبيبي اقعد هنا جنبي. الولد اللي كنت بشوفه حتة عيل صغير عيني هتطلع عليه، ببصله من فوق لتحت كده وبقول: المفعوص ده ليه في الكلام ده؟ فلما لقاني ببصله كده فبيقول لي: مالك يا حاجة، فيكي ايه؟ في حاجة؟ أنا بصتك دي حاسسها إنها غريبة جدا ومتغيرة. انت زعلانة مني ولا في حاجة ولا في ايه؟ أنا مش فاهم. قلت له: بص بقى يا حمادة يا حبيبي، أنا اللي مربياك صح، اوعى تكدب عليا، اتكلم معايا بصراحة، يعني اعتبرني صاحبتك. ورحت ايه زغدانة كده في ركبته. قال لي: طيب خير في ايه؟ قلت له: امك اشتكت لي ان انت يعني بتتفرج على حاجات مش ولا بد، يعني انت بتعمل ايه بالظبط بقى؟ فلقيته بيبص لي كده وبيقول لي: يعني هي يوم جايه تشتكي لك، يعني انت جايباني بقى علشان تعملي لي محاضره؟ ايوه يا ستي انا بتفرج يا ستي، واصحابي كلهم كمان بيتفرجوا. ايه المشكله يعني؟ انتوا مكبرين الموضوع ليه؟ قلت له: لا يا حبيبي انا مش مكبره الموضوع، بس انا عايزه استفهم منك بس، انت بتعمل ايه بالظبط؟ يعني بتعمل حاجه مع بنات ولا لا؟ راح قال لي: لا يما، لا انا ما بعملش الكلام ده مع بنات، بس مع نفسي يعني حاجات كده تفاريح كده، ما الواحد برضو بيتعود وكده، انت عارفه يعني، انت فهماني. وقعد يتكلم الكلام ده. قلت له: يا حماده انا عايزاك تحكي لي بالظبط يا حبيبي، وتقول لي انت بتعمل ايه بالظبط. قلت له: انت عارف العاده، تعمل العاده. قال لي: انا مش عارف انت بتتكلمي في الحاجات دي ازاي والله. جرى ايه يا حاجه مالك؟ قلت له: امك امنتني امانه وانا لازم اعرف، امك خايفه عليك، اوعى تكون بتعمل الحاجات دي مع اي واحده من اللي انت بتكلمهم. قال لي: يا ستي دول بنات، وانا ادبس نفسي مع واحده ليه؟ قلت له: شاطر يا حبيبي. وقعدت طبطب عليه كده واحسس عليه واقول له: شاطر. الواد بصلي كده وقلت له: طب انت يعني اخرك ايه؟ يعني تعرف ايه من الحاجات دي؟ ما بيردش عليا طبعا، هيرد يقول ايه؟ زمانه بيقول الولية دي اتعبطت ولا ايه؟ واسأله السؤال تاني والواد يبصلي كده ويقول لي: مش عارف والله،
فحسيت إن الواد يعني عمال يبصلي كده وهو محروج إن هو يتكلم معايا، أو إزاي إن أنا يعني أسأله في حاجات زي كده. قلت له في إيه، ما تكلمني زي ما بكلمك كده، مش أنت يعني محتاج الحاجة دي؟ ما تسيبك بقى من الأفلام والقرف والحاجات اللي أنت بتتفرج عليها دي، وأنا ممكن يعني أعلمك اللي أنت عايزه كله. طبعا غصب عني، شاب وقدامي وأنا بقالي سنين السنين مش في دماغي، وجايلي في الوقت ده. أنا معرفش الحاجة دي شغلت تفكيري ليه. الشيطان علي قدامك أهو، وانتي ما وراكيش حاجة، ولا عيل ولا تيل ولا راجل، ومش حرام. فيها إيه يعني لما تنبسطي شوية وتعيشيلك يومين؟ قعدت أتكلم وسير مع حمادة لحد لما قال لي: هو انتي بتتكلمي بجد يا حاجة، ولا انتي يعني في إيه؟ فقلت له: عيب عليك، ولا انت مفكرني يعني بقى ست كبيرة كده وعجوزة وإن أنا ماليش في الكلام ده؟ لا، ده أنا جوزي كان راجل جامد قوي، وأنا الحمد لله يعني كنت مالي عينيه. ما يغركش بس المنظر اللي انت شايفه ده. ودخلت الأوضة وطلعت على سنجة 10. فساعتها الولد فتح بقه كده وقعد يبصلي كده وهو مستغرب من كتر ما هو ما كانش مصدق نفسه. بيبصلي كده ويقول لي: هو انت الحاجة؟ أقول له: بعدين بقى وبعدين. قلت له: مش انت يا ابني عايز ترتاح؟ مش انت يا حبيبي بتدور على الحاجات دي؟ يعني أنا غلطانة؟ راح قال لي: لا والله، بس أنا مش مصدق نفسي. قلت له: بص يا حبيبي، انت لسه صغير وما تعرفش حاجة، أنا بقى هعرفك كل حاجة، وانسى اللي انت اتفرجت عليه ده خالص، علشان اللي انت بتتفرج عليه ده ملوش أي دعوة باللي بيحصل. ده كلها أفلام وكده كده يعني بيضحكوا عليك بيهم انت والشباب. ما أنا كنت يعني عايزه يركز معايا بقى، بيتفرج على بنات حلوة وصغيرة. المهم الموضوع ده حصل ما بيني وما بينه، والولد استحلاني بقى كل يوم والتاني عندي، وانا بقى بقيت فرحانة ومبسوطة وحاسة ان بقى عندي كده نشاط وطاقة. ده أول شهرين حسيت ان انا اتغيرت وبقيت واحدة تانية خالص. بقيت بصحى غني وانام اغني وفرحانة وعايشة حياتي كأني رجعت صبية 20 سنة، كأني لسه عيلة صغيرة. يقول لي: أنا مش مصدق إن أنتِ حلوة كده وجميلة وبسطاني، أنا مش حاسس إن أنا ناقصني أي حاجة. كنت بجيب له كل اللي هو عايزه وبديله فلوس ومريحاه، وكنت بسطاه ومعيشاه عيشة ما يحلمش بيها. أهم حاجة عندي إن السر اللي بيني وبينه ده ما يطلعش بره. قطعت بقى قعدتي مع الستات، وأوقات كتير بقيت أعمل نفسي تعبانة علشان يعني يقتصروا كده في الكلام ويسيبوني ويطلعوا. وبقيت بفضي نفسي وقت كبير جدا علشان أقضيه مع حمادة، أنا وهو لوحدنا. بقى يجي على بالي كده: طب يا بنت ما تتجوزيه، هو ينفع العيشة دي؟ ساعات أقعد أقول: طيب أنا ما عنديش راجل، طب أنا ما أتجوزه، يعني أتجوزه وأبقى مطمنة كده أكتر للي بيحصل ما بيني وما بينه ده. وبصراحة أنا انبسطت معاه وعايشة معاه مبسوطة وسعيدة، وعايزة أكمل معاه، ما عنديش مشكلة، وأصرف عليه وأجيب له اللي هو عايزه كله. إيه المشكلة يعني ما دام أنا مبسوطة معاه وهو كمان مرتاح معايا؟ اليوم اللي ما كانش حمادة بيجي فيه كنت بحس إن أنا هتجنن، حتى بعيد عن العلاقة اللي بقت بتحصل ما بيننا. لا، أنا بقيت بحبه وحاسة إن أنا ما كنتش عايشة زمان. وهو كمان كان بيقول لي نفس الكلام ده، بيقول لي: أنا كنت يعني بكلم بنات صغيرين ياما، بس انت يعني قصرتي فيا بطريقة تانية. والله مش علشان اللي بيحصل بينا ده، بس أنا حاسس إن انت يعني فهماني ومستوعباني ومريحاني في كل حاجة. قلت له: يعني مش هيجي يوم يا حمادة وتتمنى تتجوز واحدة صغيرة زيك وتسيبني؟ ساعتها قال لي: لأ، وهي الصغيرة يعني هتعمل معايا أكتر من اللي انتي بتعمليه ده؟ انتي بتعملي معايا كل حاجة حلوة والله، بحس ان انتي يعني لسه عيلة صغيرة. وابتدينا احنا الاتنين نتكلم بشكل جدي في موضوع ان احنا يعني نتجوز رسمي. بس هو كل مشكلته يفاتح أمه ازاي يعني وأبوه في الموضوع بتاع الجواز ده. واحدة أكبر من أمه حتى لو الواحدة دي مريحاه وشكلها حلو وشكلها مش كبير ولا حاجة، بس الموضوع أكيد يعني مش هيبقى سهل أبدا. وأنا كمان ابتديت أفكر في الموضوع ده وأقول لولادي يعني إزاي وإيه اللي هيحصل وإيه اللي ممكن يسيع. بس حسينا يعني إحنا الاتنين إن الموضوع صعب جدا. ساعتها قال لي: بقولك إيه، إحنا مش عايزين نشيل نفسنا الحمل والهم، إحنا ممكن نتجوز بورقتين كده عرفي على بال ما نتجوز رسمي، علشان إحنا الاتنين يعني نبقوا مطمنين للعلاقة اللي بينا دي ما تكونش حرام يعني. ما كانش قصدنا أي حاجة وحشة، وهي الحياة كده والدنيا كده، ودي غريزة يعني جوانا وغصب عننا، بس إن إحنا يعني إيه عايزين نتجوز، وعايزك تبقي مراتي، وعارف إن الموضوع ده هياخد وقت، ويا عالم أهلي هيعملوا إيه معانا. وقلت له: وأنا كمان عيالي. قال لي: خلاص تعالي بقى نتجوز عرفي وبعد كده يحلها ربنا. وقلت له: بس أنا مش حاسس إن الجواز العرفي ده هيبقى زيه زي الرسمي. كنا عايزين نبقى متجوزين بقى عادي كده، ويجيلي ويقعد معايا ونقضي اليوم عادي جدا.
المهم بعد كده لما لقينا الدنيا بايظة كده وما هياش قد كده، فقلنا خلاص إحنا نستنى شوية لما نشوف يمكن إيه الظروف تتحسن، أو يمكن حاجة تحصل تغير الوضع كله، أو يمكن إحنا بقى نتشجع ونتكلم في الموضوع الجواز الرسمي ده وأهله يقتنعوا والموضوع يعدي. بس اللي حصل بعد كده بقى كانت مصيبة. حمادة كانت معدية عليا كده وقالت لي تعالي يا حاجة اتغدي معانا، وعزمتني. فقلت ساعتها إن أنا مكسرش بخاطرها، قلت لها ماشي. وراحت سألاني على موضوع ابنها، بالله عليكي يما خلاص الموضوع بتاع ابني ده انتهى. قلت لها خلاص والله، ده أنا بقعد معاه وبتكلم معاه وفهمته وفطمته، ما تقلقيش، مفيش أي حاجة ما بينه وما بين أي واحدة، ولا تخافي ولا تحزني أي حاجة. ودعت لي وقالت لي ربنا يخليكي لينا يا رب، والله انت اللي حلتيني الموضوع ده، مش عارفة من غيرك كنت هعمل ايه. وقالت لي لا وجريئة يا حاجة ان انت تتكلمي معاه. قلت لها طبعا يا بنتي، امال ايه، ما انا مش عارفة اقول لها ايه يعني. كان هان عليا ساعتها ان انا اكلمها عن موضوع الجواز ده. المهم روحنا واتغدينا وكنا قاعدين القعدة حلوة كده ومفيش أي حاجة، وأمه دخلت تغسل المواعين وتعمل كوبايتين شاي. ما كانش في دماغي إن هي ممكن تسمعني وأنا بتكلم معاه خالص. قلت له اوعى تنسى النهاردة بقى، اليوم ده كنت طالعة من السوق ومتسوقة وشارية حاجات كتير جديدة، وكنت جايبة حبة قمصان كده جديدة علشان أدلع نفسي. قلت له اوعى تنسى النهاردة ميعادنا، ولا ما تجيش ولا تسهى ولا حاجة علشان شفتني هنا يعني. قال لي لا عيب عليكي. فقلت له ده انا جايبه لك حته قميص جديد النهارده هيعجبك قوي. وبقول له يا حبيبي وهو بيقول لي يا حبيبتي ويا عينيا. خلصت كلامي معاه لقيت امه طالعه كده من المطبخ مش باين عليها اي حاجه، شريت كوبايتين الشاي واحنا قاعدين، ورحت قايله خلاص بقى انا ماشيه علشان عايزه ان انا اريح بعد الاكله الحلوه دي، انا هروح انام بقى. قالت لي مع السلامه يا حبيبتي، تصبحي على خير، مش عايزه اي حاجه اعملها لك. قلت لها سلامتك. ورحت رايحه اخدت دش وقعدت بقى ظبطت نفسي، وفضلت قاعده مستنيه على بال ما يجيلي على الساعه 9 أو 10 كده علشان حماده يعرف يجيلي. وشويه ولقيته بيخبط عليا ودخل، فضل يقول لي ايه القمر ده والجمال والحلاوه دي، لا ده احنا كده بنصغر كل يوم من التاني. وقعدنا نهزر ونضحك، اتفرجنا على شويه حاجات في التلفزيون، وبعد كده دخلنا الاوضه والحماسه بقى خدتنا وعملنا زي ما بنعمل كل مره. واحنا في نص الموضوع لقيت الباب بيخبط خبطه كده غريبه، يعني في حد يخبط على الباب وهو بيهبط كده. قلت بسم الله الرحمن الرحيم، في ايه؟ المهم قلت هعمل نفسي نايمة كده، ووقفت ناحية الباب ببص من العين السحرية، لقيتهم هم. ما بقيتش أرد وعاملة نفسي نايمة. لقيت أمه بتقول لي افتحي يا حاجة، افتحي يا حاجة، افتحي افتحي يا حاجة افتحي. فساعتها قلت لا كده في حاجة بقى. رحت داخلة مخبياه في الأوضة، ورحت قافلة عليه باب أوضة النوم، ورحت طالعة. أنا طبعا مرتبكة ومش عارفة أعمل إيه ومش عارفة أتصرف إزاي. رحت جايبة كده روب عندي ولفاه عليا، ورحت طالعة فتحت باب الشقة ومش واخدة بالي إن أنا حاطة مكياج وحاطة وعاملة حاطة بارفان، يعني مش عوايدي. فبقول لها انت بتخبطي كده ليه يا ام حماده في ايه؟ قالت لي ايه يا حاجه الحلاوه اللي انت فيها دي، وانت من امتى وانت بتحطي ميك اب، ومن امتى ريحه البارفان دي؟ لا ده احنا اتطورنا جامد، ادخل يا ابو حماده. وراحت قفل الباب وراحت شداني وراحت واخداني في الأوضة وشد الروب من عليا ومصوراني. أحرجتني إحراج وبقيت واقفة كده في نص هدومي. في لحظتها قلت يعني أنا مكسوفة من الست كده، أمال الواحد مش مكسوف من ربنا ليه على الهبل اللي هو بيعمله ده؟ حتى لو كان ضميري جواز يا ريتني كنت اتجوزته الأول. أنا قاعدة بفكر في الموقف اللي بيتعمل معايا كده، مش عارفة أتكلم، مش عارفة أرد، مش عارفة أعمل أي حاجة. فبقول لها أنت اتجننتي، أنت بتصوريني ليه؟ قالت لي علشان نشوف الحلاوة بتاعتك دي تبقى معانا على التليفون، هو مش برضو ابنك جوه عندك؟ قلت لها هو ابنك هيجيلي ليه؟ قالت لي لا ما هو أنا عايزاكي أنت بقى اللي تحكي لي هو جه عندك إزاي، وإيه يا حبيبتي وإيه يا حبيبي وجايبالك وعاملالك. ده أنا جيت استنجدت بيكي يا ست يا ناقصة، ده المفروض ما تقوميش من على السجادة، ده انت رجلك والقبر، ازاي تعملي كده مع ابني؟ ده حتة عيل صغير، الرك عليكي انت يا شايبة يا عايبة. وكلام بقى يعني كلام يا جماعة، كلام أنا عارفة يعني إن أنا أستهله، بس بجد يعني وأنا في الموقف الأولاني ما كنتش حاسة بنفسي، ولا كنت حاسة إن ده غلط، ولا كنت مركزة. مجرد مشاعر واحتياج أنا حسيته خلاني أفكر بالطريقة دي وأعمل كده، ولا فكرت في إيه اللي ممكن يحصل لي بعد كده، ولا فكرت المفروض أعمل إيه في اللحظات دي أو إن أنا أتصرف إزاي.
كان ممكن الواحد يعني يفكر يتجوز بالحلال حتى يعني لو مش حمادة نفسه، بس أنا في اللحظة دي كنت بحبه فعلا واتعلقت بيه وهو كمان. دخلت وهبدت على الباب وفتحت الباب هي وجوزها وراحوا مدخلين لقوا الولد نايم سبهلوب كده على السرير ومتغطي، وراحت أمه قايلة لأبوه صور ابنك وهو نايم على سريرها. الولد يقول لها لا يا ماما، قالت له صور ابنك وهو نايم على سريرها، وراحت مزعقاله أنا مش عايزة أصوت علشان الفضايح، علشان هفضحك في العمارة يا حاجة، لو اتكلمت دلوقتي هتبقى فضايح. وراح فعلا مصوره وراح قايل الولد قوم، وراحت قايله لي بصي بقى امشي من البيت اللي انت فيه ده، انا مش عايزه اشوف وشك هنا تاني يا اما هفضحك في الدنيا كلها. قلت لها وانا همشي ازاي وهعمل ايه وانا ست كبيره؟ هنقل ازاي انا بيتي من سنين السنين وكل ركن في البيت ده عندي فيه ذكرى؟ ما ينفعش امشي من بيتي ولا من حاجتي اللي انا منظماها، مستحيل اسيب الشقه بتاعتي دي. قالت لي طيب ماشي، يعني انت مش همك الفضايح، نبعت الحاجات دي كلها لولادك المحترمين المتربيين متعلمين اللي مهاجرين بره علشان يشوفوا امهم اللي عامله كده عيله صغيره مع عيل قد عيالها ولا حتى قد احفادها بتعمل ايه؟ انت مش عايزه تمشي من هنا ليه؟ طبعا انا واقفه في نص هدومي، والله يا جماعه مش عارفه اتصرف ازاي، واللي جاي عليا ان انا مش همشي واسيب بيتي، انا مش هقدر امشي واسيب بيتي، انا مش هقدر انقل، انت عايزه تمشي امشي من جوه. كنت بتقطع على الولد وكان هو مفروق من العياط، فساعتها راح حماده قايل لهم خلوني اتجوزها. أمه قالت له أنت تعبط، تتجوز واحدة عندها 55 سنة شنخورة تعمل بيها إيه؟ تخلف منها إزاي؟ تعيش معاها إزاي؟ إيه الهبل ده؟ قعد يقول لها ده أنا بحبها، دي مريحاني والله العظيم أحلى من العيال الصغيرة. وطبعا هي ولا سمعة ولا شايفة ولا حاسة، خدت بعضها ومشيت. وبعد ما فضلت تهدد فيا وعمالة تكلم جوزها وتقول له أعمل إيه أعمل إيه، ده أنا استنجدت بيها، ده أنا اشتكيت لها همي، أعمل إيه؟ وحمادة عمال بيعيط وهي عارفة ومتأكدة إن إحنا هنسيب بعض، هيبقى الموضوع صعب جدا ولازم حد مننا يمشي من البيت، يا إما أنا يا إما هي. بعد فترة عرفت إن هي هتنقل وتاخد ابنها وتمشي. منكرش اللي أنا زعلانة عليه، بس زعلانة من نفسي أكتر، وإزاي أنا ما فقتش من نفسي على العملة السودة اللي أنا عملتها دي. أنا ست مصلية وعندي ولاد كبار، ولو فرضنا إن أنا حسيت يعني باحتجاج في الوقت ده، كان المفروض الواحد يعمل الحاجات اللي ممكن تتعمل، يعني الاستغفار، الصلاة، الذكر، أدعي ربنا إن هو يبعد عني الأفكار دي، أقاطع فعلا قعدة الستات اللي جابت لي الكافي من غير ما أعمل الغلط ده. ولو فرضت إن أنا عايزة أعمل حاجة شبيه كده، ليه ما أعملهاش الحلال؟ أنا أعرف يعني ناس كتير جدا بيتجوزوا وهم كبار في السن، الموضوع هيبقى صعب جدا. كان المفروض ألاقي نفسي حل، يعني أسهي نفسي من الغلط اللي أنا فيه ده. أول ما سمعت الولية بتكلمني على ابنها دماغي راحت 100 حتة، معرفش إزاي وليه، ما فكرتش أطرد الشيطان ده من دماغي. أنا غلطت، بس أنا شايفة العقاب كان قاسي قوي، شكلي قدام الست كان وحش قوي، بس برضو ده فوقني. أنا شكلي قدام ربنا هو اللي أهم. أنا كنت واقفة مكسوفة قدامها وتانية راسي ومش عارفة أبصلها ولا عارفة أرد عليها، أمال هعمل إيه قدام ربنا؟ ومن يومها وأنا طول النهار وطول الليل بستغفر وبصلي وبعبد ربنا، ونفسي إن ربنا يسامحني على الغلطة الصغيرة اللي أنا عملتها في آخر أيامي دي. معرفش أنا عملتها ليه أصلاً، وليه أضيع شقى عمري وتعبي وطول السنين وأنا ست كويسة ومحترمة وآجي أضيعه في الآخر على العباطة دي. نفسي الواحدة تحكم عقلها شوية، تفكر قدام، تفكر بعد ما أعمل الحاجة دي دلوقتي إيه اللي هيحصل. وصدقوني زي ما بقولكم كده، السكرة راحت بتاعة الموضوع في أوله والفكر هو اللي جه. بقت دايما حزينة ومقبوضة وزعلانة وندمانة، ندمانة على نفسي، ونفسي الزمن لو يرجع لورا علشان أصلح الغلطة الفظيعة اللي أنا عملتها دي، وإني أنا مستحيل كنت أكررها ناني. بس للأسف الزمن مش هيرجع لورا علشان تصلحي غلطاتك، فاتعزي وخافي. الفضيحة وحشة، بس غضب ربنا أوحش وأوحش. ربنا يا رب يسامحني ويغفر لي. ودي كانت قصتي ودي كانت حكايتي، ولو كملت معايا القصة للنهاية أتمنى أسمع رأيك في التعليقات.